زينب عمرها 5 سنوات طلع سلمان. وانا شنو اللي صار؟ زينب قعدت على جنب اليمين من الزهراء عليها السلام، بعد الزهراء سلام الله على أمير المؤمنين قاعد على الشمال، هنا الزهراء قاعد، أمير المؤمنين قاعد، وزينب قاعد. زينب تحشوي أمها وتبكي، أمير المؤمنين قاعد يبكي، يسمع ماذا؟ يسمع بواكي زينب عليها السلام. شنو اللي صار أخوان؟ شنو اللي صار؟ هذا اللي صار. يقول أمير المؤمنين انقطع صوت زينب، الصار أمير المؤمنين شال راسه ما لقى زينب قدامه، وين راحت زينب؟ قام يلتفت يمنى يسرى بالظلام ماكو زينب. شنو اللي صار؟ اخواني واذا بكفة صغيرة دارت على وجه امير المؤمنين من الخلف، شفت قاعد تمسح دموعه، الله اكبر، لزم هاي الكف واذا بها كف زينب، لزمها ضمها الصدر، قال حبيبتي زينب ايش قاعد تسوي؟ قاعدة تتحضن بجد، قلت ابوي امي هي التي اوصت لابوي عليك ابداعك، امي لا تبكي، امي هي التي اوصتني. قالت لي زينب لا تبكين يا ابوك هواي، ابوك مظلوم قلبه مصدوع، لا تبكين هواي يا ابوك. اخواني اريد اطلع وياك طلعه الى كربلاء. الزهراء ربت زينب تمسح دموع ابوها، يا الله. خلينا نجي نشوف اكو مشهد حصل بالطف بالشام، اكو وحده صغيره مثل زينب عمرها 5 سنين مسحت شيء عن ابيها، يا الله ادري وين راح بالك. اخواني يسجلون الامام السجاد عليه السلام، يقولون له أشد المصائب عليك يا ابن رسول الله، يا مصيبة. قال الشام، يا ليت أمي لم تلدني. قالوا له أشد ما في الشام. قال الخربة، أجلسونا في خربة لقد تقشرت وجوه عماتي من شدة الحر. يوم من الأيام عند الغروب اجت زينب رقية علما إلى زينب عليه السلام، قلت نعم ضاق صدري، عم ايش وقت نرجع إلى مدينتنا؟ ايش وقت نرجع إلى وطننا؟ زينب علما التفتت إلى فاطمة. أخواني فاطمة إلى خصوصية شبيهة بالزهراء عليه السلام، مثل ما قال الحسين أشبه الناس بأمي فاطمة. قلت الفاطمة اخذي اختك وقف فيها بالباب، باب الخريبة، خليها تستنشق الهواء، خليها تشوف الشارع، ملكة تطلع تغير جو. فاطمة تقول من جبت اختي شفتها مخلية ايدها على صدرها. يعني شلون الزهراء كانت مخلية ايدها على صدرها، رقية مخلية ايدها على صدرها. يقولون من ماتت رقية فاطمة بنت الإمام الحسين بشت بواجي أكثر من بكاء على أبيه. سألت عمتها زينب، قلت له عمي ليش قلت تمشي؟ قلت له عمي من كنا واقفين بباب الخليفة الغروب شافت أطفال يمشون هم وآبائهم. سألتني قلت لي أخي فاطمة ذولا وين رايحين الأطفال؟ من اللي ذول وياهم؟ قلت لها ذولا رايحين ويا آبائهم إلى بلادهم. قلت لي أخي فاطمة أبونا شو وقت يرجع؟ متى نرجع إلى ديارنا؟ متى نرجع إلى دار عزنا إلى مدينة جدنا؟ رجعت مخلوقة بعبرتها ما قدرت تحكي وين اجت العمة زينب عليه السلام خلت راسها في حجر عمه. قلت العمة عم رقية تركين طعام جوعان؟ قلت له لا اريد والدي. شو كثير نامت بحضن وحبتها. شالتها زينب عليه السلام اخواني خلتها على التراب، ماكو فراش عندهم بالخير،
شايفين انتم سامعين ان رقية شافت والدها بالمنام، جاء والدها بالمنام، لكن سامعين التفاصيل. يقولون بالمنام كأنه دخل الحسين عليه السلام إلى الخربة. رقية كأنه قاعدة بالخربة، من شافت أبوها بعالم المنام قامت احتضنته. هو طويل هي صغيرة، احتضنته من يم رجلي، شايفة ضمها للمصد. قلت لأبوي سامحنا، انت ضيف عندنا بس ما عندنا فراش نفوشنا كنت قاعد عليه. قال حبيبتي رقية انا قاعد على التراب وقاعد على كفري، قاعد الحجر. قعدها سيد الشهداء بعد ما قعد على التراب قعدها الحجر. اول ما روع الختة قبلتها الختة، قالها رقية أنا يوم العاشر من ولدتك خدك ما بيش شلون صفتك أزرق، شنو اللي بيش مرض؟ قلت له ما أبو بس أطلع لك ظهري. أبوي أطلع لك أبوي على الميرج. قل لك لمن ضرب الصياد من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام. قلنا زين وين أخوك السجاد؟ قلنا أبوي مربط على الناقة ما يقدر يتحرك. قلنا زين وين عمتك زينب؟ قلت له رأيت جدتي الزهراء بالمنام. قلت حبيبتي رقية إذا يضربونكم لا تستغيثون بزينب، اللي بيها يكفيها. الإمام هذا يهون المصيبة عليه. قال حبيبتي رقية انت اللي ضربك واحد لو اثنين لو ثلاثة، ضربك شمر وزجر وخول. حبيبتي تدرين ايش قد اللي ضربوا امي؟ اجتمعوا عليها 60 شخص، واحد جاي حضر، واحد يضربها بالصوت، واحد رفسها على بطنها، واحد اطبق الباب عليها، واحد ضربها بكعب الرمح، واحد لطمها على خدها. بعد رقية أول مصيبتك حبيبتي أنت من ضربوش أنا ما موجود. رقية من ضربوا معي خطأ أنا واقف. صبرها الرقية سكنها غاب عنها. استيقظت رقية من منامها تصيح أبا يا حسين أبا يا حسين. زينب سكنتها هدأتها قلت نعم تو أبوي وياه. قلت له لعله بالمنام. اشتد بكاء زينب. استيقظت العائلة والأطفال يبكون لبكاء رقية. سمع اللعين الصيحة والبكاء. قال ما الخبر؟ قالوا طفل لأبي عبد الله تريد أباها. قال خذوا لها بطش. جابوا بطشت علي من دين اجركم الله، خلوا الطشت قدام الطفله. اخواني هاي ما مسحت دمعه من والدها، ايش مسحت هاي؟ اذا عمتها زينب مسحت دموع ابوها ايش مسحت؟ جابوا الطشت خلوا قدامها. قالت له عمه انا ما مشتاق طعام، انا اريد والدي. قالوا لها ان فيه الذي تريدين. رفعوا المنديل واذا برأس ابي عبد الله. يا الله طفلة وصغيرة وبالظلام وعندها أمل تشوف والدها. احتضنت الرأس الشريف. أبا من خضب الشيب الشريف. أبا من قطع النحر الشريف. أبا من أيتمني على يا صغر سني. صحيت هذا براسك يا العمري يا هلال عزنا بليلة العيد. ويا ليش قطعت بيا يا صنديق وعفتنا ويا ناس المو جاوي. يا بسايا
الكريم نادى عم زينب نحي اختي عن رأس والدي. شو اللي صار؟ الطفلة سكتت. زينب شو تصورت؟ أن رقية ارتوت من البوج وارتاحت، بس تعبت من البوج. قلت له عم خلي اختك على رأس والدها. قال عم لقد ماتت اختي على رأس والدها. حركتها زينب وإذا بها جثها تقول له بناتك يا اخويا مرمرني، بناتك يا اخويا مرمرني ويردنك يا ابو السجاد مني. اخويا وانا البجي والنار فني، وانا البجي والنار. ما تقدر تنظر إليها. قلت دخلت المغسلة فتحت الثياب وطلعت. اتعذرت من زينب قلت لها تسامحيني ما أقدر أغسلها. قلت لها ليش؟ قالت أخشى أن يكون بها مرض معدي فإن بدنها أزرق. ايش قلت لها زينب؟ يقولون زينب ما قدرت توقف، قعدت وقامت تضحك. قالت والله خير ليس بها من مرض. هذه آثار صيام بني أمية من كربلاء إلى الشام. خويا تمررت والله بيتامك، خويا تمررت والله بيتامك، واحنا مثل اليوم ردناك. أنا ما